بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد المهتدين: كنت أسير مع طفلي ومررنا بتمثال للمسيح قرب كنيسة، فسألني ابني: من هذا يا بابا؟ قلت له: هذا ابن الله وهو إلهنا. فقال لي: لماذا هو مصلوب وعلى جسده الجروح ومنظره ضعيف؟ لقد شفقت عليه. فقلت له: هو مصلوب لأن المجرمين الذين لا يؤمنون به فعلوا به هذا. فقال لي ولدي: ولماذا لم يدافع أباه عنه؟ أو هو دافع عن نفسه كونه إله قوي؟ قلت له: الإله اختار ذلك حتى يكفر عن ذنوبنا، لأنه حينما رضي بصلب ابنه كان صلبه فداء لنا وتكفير لذنوبنا. فقال لي: يا أبي، هل ترضى أنت أن يصلبوني وأتعذب من أجل أحد وأنت تقدر أن تدافع عني؟ قلت: طبعا لا. فقال ولدي: كيف رضي الله أن يفعل ذلك بابنه وهو القادر أن يغفر لنا ذنوبنا من غير أن يعذب ابنه ويجعله ذليلا منكسرا بين يدي البشر؟ كان هذا الحوار أول طريق هداية الوالد للإسلام. أسئلة الطفل بالفطرة دلت الوالد للإسلام.